يلا يلا افتح الهدية. لا بس الهلال اللي يحبك، ما يبيك تحب، عرفت؟ اي عرفنا هذا النظام. حلو هذا النظام، مرة حلو مرة حلو. حبنا 7 مرات، خليتنا نحبك مرة احنا. طيب قل بسم الله. بعد ابي توقعات تكفون. وهي كبيرة ما شاء الله كثير مرة. إيه، والله كان أكثر من شيء. سمعت الصوت. لا تحبونه شكرا، اي والله لا تحبونه لا تحبونه اي والله. اي والله حبكم تعبنا. حبكم تعبنا. مرة تعبنا. طيب نقول بسم الله. آه. واضح انها ثقيلة كثير صح؟ ثقيلة واجد. واجد. يحطها فوق. لا افتحها وجهكم. صورة مع طقم يمكن. يمكن والله يا هلا. لا داعي الحب. تعلق فيكم 7 مرات قليلة ترى. طيب يلا نتفتح هذه. اوكي. حلو. هذا. طب. اوه. قولوا لي ايش تتوقعون؟ اتوقع صورتك. والله اتمنى يا فهد صدق اني ادور متاجر كذا. يمكن لوحات، هي شكلها لوحة. والله الحين ما ادري، بس اسوي شيء اسوي اوه ما ادري ايش. كفو. كفو والله كفو. ما شفتوا شيء صح؟ ما شفتوا شيء للحين صح؟ ولا يكون شفت حاجة. شفت شيء. صور الاتحاد. شفنا الاتحاد كفو والله كفو، اقسم بالله كفو، اقسم بالله كفو. والله شكرا شكرا شكرا. والله اني من زمان خاطري والله. شعار النادي. شفنا اصفر. ياه. والله كنت ابي شو اسمه. بسم الله. والله يا اخوان، تستاهلون الطيب. والله اني من زمان ابي اخذ، والله من زمان من زمان من زمان. مرة. سبحان الله. كله اقول بعدين يعني باجل واجل واجل، سبحان الله لين الله رزقني بها. انا المصيبة اني تستاهلون الطيب. المصيبة اني للان ما ادري ترى. ما ادري مين ابيه يقول. بس اني ببحث. والله مرة شكرا، الله يسعدك ويكثر خيرك اللي جبتها. مرة شكرا اقسم بالله مرة شكرا. جاتك جاتك هدية اللي تحبها، بس ما تحب تشوف مباراة حقت اي والله. اي والله انك صادق، اقسم بالله انك صادق. تستاهل يا حبيبي يا ركان، تستاهل الطيب. تستاهلون الطيب. اوه. اوه. والله فخمة والله فخمة والله فخمة. والله فخمة. فخمة مرة. ايه. ترى هنا. لا شكر. والله شكر. ترى اخذوا لي صورة. احد يرسلها لي. يلا. ترى انكم اخذتوا. ترى انكم اخذتوا صورة.
والله مرة شكرا، اقسم بالله مرة شكرا، والله مرة شكرا. تستاهلون الطيب، الله يسعد قلبكم يا رب. سويت انا. طيب خليها هنا، ولا اروح اوديها هناك. قروشت. طبعا انا عندي لوحة اخذتها من موسم الرياض، رايح الرياض. ما في شيء ثاني. صدق انا رميت الكرتون. اه. واطفي البث فجأة. يبيلها بث برو كلوب بعدين، اي والله اي والله يبيلها. ما هي بسيء. خلاص ما في شيء. هذا طماع، خلاص ما في شيء. والله مرة شكرا. طبعا عندي لوحة انا اخذتها من موسم الرياض، بوريكم لي الان. تستاهلون الطيب. ما في شيء. كان الهلال كان احلى بس. كذا حلوة. لا يا ابوي سلامات. اتحاد وبس، اتحاد وبس. انتبه بس، انت ولا عندك اي مكان. اي مكان كله يمشي. الشعار هذا يا سلمان، شعار ثقيل، هذا يثبت لك انه كويس ترى. يثبت لك انه كويس. يعني ما شاء الله، انا يعني يوم شفته كثير مرة قلت ممكن معه شيء ثاني. طلع ما شاء الله، شوف الجودة كيف، أقسم بالله شيء خرافي. شيء خرافي. صراحة عجبني والله. مرة مرة عجبني. مرة. ارسلك الصورة في تويتر، شكرا. والله شكرا. طيب خليني اوريكم الصورة الثانية، ايش رايكم؟ اول شيء قبل ما اوريكم، والله هي واضحة من هنا، بس تتوقعون مين؟ اوكي. اوكي. انا قاعد احوس بهذا. اوكي. قاعد احوس بهذا. بالغلط حركت هذا وقفلت الصوت. الان اوكي صح، رجع. قايل لكم انا حوسه. حوسه مره. طيب مين تتوقعون؟ مين تتوقعون الصورة الثانية؟ مات على طول، يضحكون على طول. طيب بجيبها. خطأ، مو صورتي. اعطوني توقعات سريع. سريع. محمد نور، لا مو محمد نور. احب انا محمد نور. أحب. عشق. لا عشق. ما راح تتوقعون والله. خليني اجيبها لكم. واضحة ها؟ بنزيما كيف؟ بنزيما والله لو ايش ما حطه. لو ايش. رونالدو. ايه رونالدو. شبه رضا تكر، مستحيل خبل انت، ما في له صورة اصلا. ما يمديهم يسوون له صورة. ضخم ما شاء الله. راس. فكرك تحب ميسي والله. اي اكيد انا ميسي. اي والله ميسي. انا احب ميسي طبعا اكيد.
ميسي توب 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 في العالم كله. بس كنت رايح موسم الرياض، طيب شفت الصورة هذه وعجبتني، وما كان سعرها غالي، كانوا مسوين عليها خصم، اتوقع من 250 مخلينها ب 115 مدري، يعني شيء كذا ما توقعته يعني. وقلت باخذها وبحطها في السيت اب. طبعا انا احبهم اثنينهم، جون وميسي، بس ميسي عندي لا يقارن، لا يقارن نهائيا. والله باخذ حق ميسي، باخذ حق ميسي، لازم لازم ضروري جدا. رونالدو السنة دي عليه حتى هو خاص. والله غير محترمة ابدا ابدا ابدا. والله كسر خاطري. بس هذا الموسم خلاص، بدينا الآن بدينا في الموضوع، بدينا في موضوعنا. ايش رايكم نبدا؟ صح، نبدا في موضوعنا. دون، والله يحزن، وانا احبه، ترى احبه. انا عندي التوب ميسي، بس اني احب حيل حيل الدون، حيل مبسوط انه عندنا. بس حركاته الاخيره بدات شوي تقلل الحب. هو سواء هو غيره، يعني اتكلم ليه كاثره اصلا الحركات هذه، تدري ليه كاثره؟ مره كاثره بشكل مو طبيعي. لاعبين يعني قاعدين كانهم مو شايفين احد من الاخر، كانهم مو شايفين احد حرفيا. انا ابدا، ما ودي اسالك وش بتسوي في مباراه الاتحاد والنصر؟ الاتحاد والنصر، آه قاعد افكر اني اعرض المباراتين، احط مباراه يمين ومباراه يسار واعرضهم، مباراه الاتحاد والنصر، الهلال والطاية عشان التتويج. ما ادري وش رايكم؟ فعلا هو وغيره ما جات عليه. اي والله، اي والله، هو مالكم في لاعب اسمه آه نسيته، لاعب بعد تعاون سواها برضو. للامانه كان باوروبا توب، بس جاء هنا وهجت معه هلا ما ادري. هو هو حتى في اوروبا ما اذكر انه سواها، يعني اوكي في حركات، بس هذه مره تو ماتش يعني، هي مره مره ما تمشي. ايوه لاعب التعاون. انا احب مالكم، بس الاخلاق اولا صراحه، ما توقعت من مالكم، يعني انا مثلك والله، والله اني مثلك. حاجي فيصل شلون؟ والله يا اخي احبه كثير، بس يعني لعبه يعجبني. ايوه احمد بحسين، يا سلام عليك. طبعا ما ودي انا احط اعرضهم يعني، لان صراحه استحي اعرضهم. حتى في الصورة يعني اللي حطيتها في السناب مغبش كثير مرة، يعني عشان كذا يقول كان توب. ايوه بالضبط، بروزو سوى، حتى بروزو. غير كذا في اطفال يشوفون، في اطفال حاضرين عنده، وفي اطفال، وفي يعني نسوان حاضرين عنده. بغض النظر اطفال نسوان يعني، كل خصوصا الاطفال صدق بعد. بروزو مرتين ضد الاهلي وضد الهلال، اوف اوف اوف. طيب ابليس ده. انا ما ودي اعرضها الصدق، بس ودي اشوف، اتاكد ما يطلع لكم شيء. طيب هذه، اوف، ابليسك سواها، حتى هو سواها. لا لا، ما راح اعرض، مستحيل، وين اعرض؟ الله يسعدك يا سلمان، لا تشرح، خلاص شوف. اخي تتوقعون يعني هم يعني عرفوا انه، شوفوا انا اشوف صراحة وجهة نظر انه السبب الرئيسي هم نفسهم اللجان، اقسم بالله، اتكلم جد. انا اشوف انهم سبب رئيسي. والله مو معقول، معقول.
ليه ما تعاقبونهم؟ يقول لك ها اللجنة الناقلة ما عرضت شو اسمه، ما عرضت شو اسمه اللقطة. ليه لازم تعرض؟ ليه لازم تعرض؟ سلمان صريح، اي والله صريح بزيادة الله يهديه. بسبب لجنة الانضباط سهلت الموضوع وصار فيه تمادي من الكل، يا عيني عليك. بالضبط. يا اخي الامر بسيط، الامر بسيط. لا تقول لي ما القناه الناقله ما جابتها، ما يهم، ما يهم. قول لي ممكن احد فيصل ممكن احد يسويه بالذكاء الاصطناعي. يا ابوي ايش الذكاء اللي بيخليه يتحرك ويسوي ويفعل؟ مستحيل. والله اللجان انا اشوفها اكبر مسبب لهذا الشيء صراحه. اوه، تصيرات الدايت ماش. اتوقع من التربيه لان اشوف مترو وسافج. وانا يعني التربيه اكيد لها دور، بس يعني هذول الاجانب يعني ما فيها تربيه، ما تربيه، هم عندهم ذي الاشياء كثيره. بس عندنا المفروض انه يعرف، يعني يعرف ان احنا عندنا خط احمر. هذه الامور خط احمر، لا تقربها، لا تقربها، لا تقربها، لا تستفز ولا تسوي ولا تفعل. الله يعافيك يا رب. لو من البدايه وقفوهم عند حدهم ما صار تمادي. يا سلام عليك، هذا اللي انا بتكلم عنه. اي الناقل لو يجيبها ما حد تمادى عاد. اول الحركات ما يحتاج ناقل يا هلا. هلا ما يحتاج ناقل، ما يبي لها ناقل هذه. يا خلاص الموضوع قدامك، صوروها الجمهور، صوروها الناس، خلاص يعني شيء. انا اشوف انه عذر هذا، عشان نكون صريحين هذا عذر. والله الناقل ما جابها عشان هذا ما يتوقف، ولا عشان هذاك ما يتوقف، ولا عشان هذاك ما يتوقف. ايش هذا؟ افتح الاشتراك يا فص نبي نشترك معك. والله ما اعرف، تراني سيء في التويتش، والله اني سيء. يبي لي وقت يعني، كل شوي قاعد احسن شيء. خليني اشيك، ابشر يا حبيبي. انا اسف، اقسم بالله يا ناس انا اسف. والله اعتذر، يعني يبي لي وقت شوي اتطور. اني سيء الى الان. تعرف يا ماز. والله اني ما اعرف. طيب، نتذكر يوم سواها الحسن كيتا. اوه، يوم سواها الحسن كيتا على طول، على طول اقسم بالله على طول كفروه. حسن كيتا مع اني كنت اتحادي هذيك الفترة شوي وابكي، والله شوي وابكي يوم عرفت انه بيمشي. يعني قهرت صدق، بس اني قاعد اقول يستاهل. ما يبي لها كلام. يقولون ذكاء صناعي، اذا كانت من الجمهور مو من الناقل. سلامات، ما تجي والله، ما تجي، ما تجي بالعقل يعني، ما تجي. ما اقول لك يا آه... او 20، ما اقول لك انه والله شاطب ولا لا توصلها لهذه الدرجه. انت محتاج اللاعبين وعندك مشروع وما ادري ايش، بس عاقبهم مباراتين. قرمه غرامه، عاد موتهم الفلوس اقسم بالله. جانب يعني موتهم. ففي اشياء ممكن انك يعني تشوف لها حل فيها. اي بس رونالدو اللي سواها الكل سكت، كل سكت. هم اللي تساهلوا، طبيعي اللاعبين شافوا انه ما في عقابات اخذوها شيء سهل. يا عيني عليك. هذا نفس الشيء، نفس الشيء اللي ابي اقوله، نفس الشيء اللي ابي اقوله. انهم سكتوا، فالعالم صارت تتمادى في هذا الشيء، وتدري ان الجمهور يعني يستفز. هم يكملون على هذا الشيء، وهذه مصيبة. على الاقل غرامة وايقاف. بالضبط بالضبط. ما اقول لك اشطب، انا ما اقول لك اشطب، صعبة صعبة، نكون واقعيين. فعلا لو عاقبوها من البداية كان ما حد تمادى. بالضبط. ايقاف مباراتين، غرامة، مو 10,000. سلامات 10,000، ايش هذا 10,000؟ انا ضحكت يوم شفت الغرامة، والله اني ضحكت يا اخوان. اللي يشوفني متقروش ترى انا ما اقعد على الكرسي، ركبتي فوق. ما ادري شلون قاعد. المهم آه غرامة بسيطة ومباراتين ولا شيء. المفروض اكثر، والعقوبة اكبر. بالضبط بالضبط. على الاقل مباراتين، غرمة 300,000 يورو. غرمة شيء عدل، خليه يحس بالقهر. والله احنا ننقهر
احنا ننقهر، احنا ما لنا دخل، مو عشان ننقهر عشان ها والله نادي الهلال ولا نادي اتحاد ولا نادي اهلي ولا نادي نصر، لا ننقهر انه نشوف يعني خواتنا ونشوف بزاريننا واطفال يشوفون هذه اللقطات، وهم اصلا المفروض هذول يكونون قدوه لهم. حق غدوه والله، حق غدوه. سمعت التكليجات انا اسف. مثل طارق حامد تعاقب 4 مباريات وغرامه اكبر، كانت المفروض هذه هي العقابات، مو بس مباراتين. بالضبط، بالضبط. راضين مباراتين، على الاقل يتعاقب، على الاقل يتعاقب عقوبه صح. تقول لي مباراه ب10000، مباراه بعد لو انها مباراه قويه ما تعاقب. ترى والله اني ما اتكلم عن شخص معين، سواء مالكم، سواء سافيتش، سافيتش روزو، سواء الدون، حتى لاعب التعاون هذا مو بعشان مو نادي كبير خلاص ما حد يدري عنه، لا حتى هو يتعاقب، تغرم. مرمر عليكم السلام. ما نسيت اسمك، اقسم بالله ما نسيت اسمك. يوم جيت اقفل البث اخر مره اشوفه راسل انه توي طلبت قهوتي. ولا مقفل البث، والله اسف، اقسم بالله اسف. بس البث ترى يعني كذا ساعه ونص ساعتين، يعني عشان الناس ما تمل وعشان انا ما امل واتعب. صح، والحق وبرضه المقطع ما يكون طويل مره في اليوتيوب. صح، والله الحق ما ينزعل منه. بالضبط، بالضبط. والله اسف يا مرمر، والله اني اسف. نور فيصل، وحبيت شعار لتي اللي بالخلف تسرقه. ايه خط احمر، هذا اخوي طبعا يا اخوان. تسرقه انت، هذا وجهي إن دخلت عندي، هذا وجهي خلاص، هذا أخ، احس بحياه، احس بحياه اذا شفت اللي تحت، اشوفه من هنا الكاميرا، حياه. ما مداه يتهنى فيه تسرقه، اي والله. ما اخذ 20 دقيقه، ربع ساعه ما اخذ من نحطه هناك. المشكله تدرون وش؟ تدرون وش؟ انا الحين قاعد اشرب عصير، وش تعرفون هذا؟ تعرفه؟ واضح اني زارفه. واضح اني زارفه. تعرفونه صح؟ نور فيصل، حبيت شعار اليوتيوب. اعطاك هي من الاخير. ايه من الاخير، خلاص قفل الباب انساه. كوب. الله يعافيك. نايف لا اصيدك لو تسرقه. شفت، شفت. جرب انت تسرقه، شعب يجيك هنا. الله يعافيكم يا رب. تدرون وش المشكله؟ قاعد اشرب شغال دايت. طيب، هذا اللي مستورد وكذا، هو في الدانوب وذول، حاط لي هنا. الله عليك يا فيصل، الله عليك يا فيصل. والله انك كذا تيكي تاكا، تقص على المعده، تقص على الوزن، تقص على السعرات. اكثر من كذا ايش؟ اول مره اضحك على نفسي يعني. لا كثير صراحه. اي والله. يعني ليه ما ادري، لا بعد شوف. ما شاء الله عليك يا فيصل، ما شاء الله عليك. ما اسامح لو سرقت يا نايف، سمعت يا نايف؟ ويلك والله، ويلك. والله شكرا، تعال فخم. دايت يصيح، اي والله يصيح. بس لا لا، ما يعني، انا النفس اكلت نصه، اكلت نصه، باقي النص. النبلي ضمير تركته على طول. اي والله. طيب، اللجان انا اشوف، يعني نكمل موضوعنا. اللجان هي اللي الله يعافيكم. من جالكسي الشوكولاته المفضل بالنسبه لك؟ باس كريم. خلاص، نيته وين اول؟ الكراميل، الكراميل والله ما شريته. كراميل صح.
الله يعافيكم يا رب. نرجع لموضوعنا. اللجان هم السبب الاول يا اخوان، والله السبب الاول، ولا راح ترى ومكملين. انا اقول لكم من الان مكملين على هذا الوضع اذا ما شافوا حل الموضوع، يعني ما شافوا حل يردعهم. وما ادري اصلا، يعني صراحه الواحد يشك انه هم معطينهم كذا تعليم انه استفزوهم، كأنه كذا استفزوهم عادي ما راح تجيكم عقوبه. عندنا الموضوع يعني كأنه الواحد يبدأ يشكك انها توصل لهالمرحله. يعني انا ما اتوقع توصل كذا يعني، بس اقول لك انه الواحد يشك، مو معقول، والله مو معقول. نروح لموضوعنا الثاني، ولا في باقي احد عنده رأي وكلام؟ نروح لموضوع نهائي كأس الملك، لاعب النصر. لازم عقوبات وغرامات قوية، اي لازم ضروري مرة. بس لو احد يلتفت لهم ما راح يسوون كذا. بالضبط، بالضبط هذا اللي اتكلم عنه. والله انك صادقة يا هلا، والله انك صادقة. لجان نفسها هي يبي لجان عليها. صدق والله يا اخي، مو معقول، معقول مرة مو معقول. بس الصراحة اشوف ان النظام فوق الكل، يمشي على الجميع. بالضبط، بالضبط. انا ما اتكلم انه والله عاقبوا هذا ولا عاقبوا هذا ولا، خلاص على الكل، على الكل، على الكل. إدارة الأندية بعد لازم تنتبه للاعبينها. إيه ترى ضروري مرة، هذه نقطة ترى أنا أشوفها أهم من اللجان نفسها، عشان أنت ما تجيب لنفسك الكلام ولا تجيب لنفسك العقوبات إلا إذا هم عارفين إنهم ما راح تجيهم عقوبة، يعني شيء ثاني. لكن أنتوا أول ناس يا إدارة تنتبهون للاعبينكم. أنا صراحة استغربت الحركة من مالكم، صراحة استغربتها. يعني وراك إدارة صارمة، هذا الموضوع صارمة، صارمة. إدارة الهلال معروفة. فاستغربت من مالكم، اكثر شخص استغربت منه مالكم. ما ادري في لاعب من الهلال سواها غير مالكم ولا؟ صح، والنادي برضو يفرض عقوبة عشان لا تتكرر، اكيد طبعا. اتكلم عن النادي، عشان كذا اقول لك ادارة الهلال صار استغربت من مالكم. ما اتوقع حركة مالكم مرت مرور الكرام على ادارة الهلال. ادارة صارمة، ما في اذا ما طلع مستحيل. اذا ما طلع ما طلع بيان، ما طلع حاجة، ولا الموضوع ماشي. خلي فهد بن نافل ينتبه ويتأدب ضروري صراحة. يعني ان شاء الله انهم اخذوا معاه اكشن، اتمنى والله. انا هلالية بس مالكم سواها مرتين وما حد عاقبه، وتمشي عليه مقولة من امن العقوبة اساء الادب. صح، صح، سواها مرتين، مرتين سواها مالكم. طلع شكلك يا نقول مرة غضب واحد سبه عشان كذا سواها مرتين، مصيبة. مرات احس ما طلعوا بيان، ما طلعوا بيان، ما في شيء في الموضوع. لا تقول لي سووا بس ما يبون يقومون، لا مستحيل. لأن بالمرة الأولى ما تعاقب، عشان كذا أجل تكرر. هذا السبب، هذا أكبر سبب تتكرر. قدام الاتحاد وقدام النصر، يا ساتر. قدام الاتحاد لا، قدام الاتحاد هذه تشكك صراحة، ما أدري والله. حتى هي تعتبر يعني. بس شوف الأوضح ضد النصر، هذه واضحة ما يبي لها كلام، ما يبي لها كلام نهائيا. كريستيانو ما تعاقب إلا بالمرة الثالثة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. أنت قاعد تخليه يسوي مرة ومرتين وهو يرتاح خلاص. والله ما في حد يعاقبني ولا في حد درى عني، وانا قاعد استفز الجمهور الخصم. بس فرصة، فرصة، كمل استفزهم. رونالدو سواها 4 مرات قدام جماهير الهلال، وحركة مقرفة. قال الهلال ما حد قال عليه شيء، حتى يعاقبوا مالكم عشان مرتين. انا اشوف انه من اول مرة كان يمشي سيده خلاص. يعني صراحة شيء مقرف، أقسم بالله شيء مقرف، مو معقول. وكثرت المجاملات، كثرت المجاملات. خلونا نكون واقعيين.
إذا كثرت المجاملات إنهم والله بتشوفون حركات أعظم، صدقوني بتشوفون حركات أعظم. أقرب مثال أنا أشوف في كأس الملك الهلال والنصر الجاي تشوفون حركات أعظم من كذا أتوقع يعني. أو يجي الحركة تمثل شيخ روح. آه هذا من هلالية يعني ما يبي لها ما تترقع. أنا أقول لك إنه شوف حركة ضد الاتحاد إنه قوة ما أدري إيش ما يعني ممكن تشك فيها لكن 90% بتقول إنها سيئة خاصين منها. بس لأن الثالثة كانت غدرة بزيادة إدارة الشباب رفعت شكوى. اوكي اوكي. الثالثة كانت قوية ضد النصر تقصد صح؟ أنا أتكلم عن الجميع مو مالكم بس أكيد طبعا الجميع إحنا نتكلم عنهم فعلا. لازم أول غلطة تحاسب عليها. أول مرة يتعاقب. أيوة سلام عليك هذا اللي أقول هذا اللي نقوله من اليوم. المفروض عشان على طول يتأدب. عقوباتهم ضعيفة لاعب يستلم ملايين تعاقبه يدفع 20,000 هذا يعتبر يعني تكفى بس انت يعني بنحط في الاعلام يمكن بعد ما يدفع لهم تكفى يعني بس خلاص مشيها يلا 20,000 يلا اعطنا. بنقول ان احنا يعني مو معقول والله. والله المفروض الكل يتعاقب سواء رونالدو ولا مالكم ولا بروزو بالضبط الجميع اذا شفنا العدل تطبق على الجميع. هذا ما في احد راح يعتذر على هذه القرارات بس لازم يبدأوا اول شيء بكريستيانو. مم. كريستيانو أول شخص بداها ولا يا أخوان؟ 20,000 راتب يوم واحد أي يوم يمكن ساعة يمكن ساعة. إيش اليوم؟ والله يمكن ساعة ولا ساعتين. هذه نسبة مبيع التيشيرتات تيشيرته من راتبه بعد اي والله. 20,000 راتب عسكري إذا ما راح يأثر عليه وين 20,000 راتب عسكري حتى العسكري ما يجيبه مسكين. شلون أول ما بدأ الحركات أول من بدأ بالحركات الباقي لحقوه بالغدارة أوكي. والله عاد الدون أنا أشوف يعني غلطته مو زي غيره يا إخوان. يعني دون خلونا نكون واقعيين. دون يعني صدق قدوة هذا إذا قال لك قدوة. بس مو شغل يعني مو شغلة إنه والله أعطيه عذر لا هو قدوة صدق. بس إنه حركات هذه يعني خط أحمر. المفروض يجلدون 300,000 أيوة 300,000 مو ريال يورو عشان يحس صدق. يعني هذه توصل مليون عندنا ريال يعني أو يمكن أكثر. رجعت ولك ويلكم باك. عليكم الليلة عدن كفو عوافي المفروض خصوصا اللي يصدم شلون قد سواها. ما قد سواها في اوروبا ايوه ما سواها. في حركة سواها بس يعني ارحم من هذه بمراحل. ولا عمره اصلا مسك شعار وسوى كذا ولا حاجة ما كان سواها. لا كان يسويها ويتعاقب. ما اذكر انا ما اذكر تعاقب في اوروبا الدون ما اذكر. اوكي ما ادري والله يمكن. بس ما كانت توصل كذا. صدقوني ما كانت توصل كذا. صدقوني ما كانت توصل كذا. انا متأكد من هذا. اوكي. والله طلع سواها في اليوفي. يعني انا ما ادري ليه هناك خلوه يتعاقب وحنا المسلمين وحنا اللي عندنا هذه الامور خط احمر ساكتين. ليه ساكتين غريب والله غريب. والله اني مقهور والله اني مقهور. عليكم السلام ولكم يا حمدتو. حياك يا حبيبي. مرة تعاقب علشان دف الحكم ايام مدريد. اتوقع 4 مباريات يا ساتر يا القوة هذا اللي نبيه 4 مباريات. لا انه يتأدب غصب والله يتأدب غصب. هنا عندنا وين وش يسوي للحكم وينط ويقعد وينط ويقعد وما ادري ايش ويصارخ
عقاب عقاب اعطوه وتاب بعدها. هنا يبي لهم يسوون نفس الشيء، هنا يبي لهم يسوون نفس الشيء. ترى رونالدو يسوي كذا في الدوري السعودي يعني مثل الشباب يعني ما سوى له شيء، سوى حركات. انا اشوف انه يتعاقب باي شكل من الاشكال. هو مالكم لاعب بحسين ما ادري وش اسمه هذا لاعب التعاون، ما ادري اذا بروزو، كلهم يعني محل 4 لاعبين صح سووها 4. هذا محسسينه إنه هو اكبر من كل شيء، اكبر من قوانينك واقوى من عاداتك وتقاليدك. هذا المصيبه، هذا اللي قهرني انا. ترى حتى العقوبه والله انها يعني كانها راحه له. والله شافوا المباراه اللي بعدها دقيقة ابو كلب، اتوقع نسيت والله مين، ضد الحزم اتوقع ضد الحزم. قالوا يلا عاقبه 10,000. 10,000 هذا الله يعزكم قوت ولده، راح 10,000. اما عندنا ترك حكم، ترك والله ما ترك حكم في حاله. 4، هذا 4 ترى رقم مو شوي. ونقول 1 يعني ومشوا له، يعني نقول الدون مثلا ومشوا له، اقسم بالله يعني ارحم. لكن 4 وصدقوني العدد بيزيد، خذوها مني انا اقول لكم بيزيد البقاء والعمر الطويل. اي لاعب يتلف يسوي حركات مفروض وربي يعاقب عقاب ما بعده. بالضبط، ولا ترى بيكملون على هذا السيناريو صدقوني. ممكن نشوف في كاس الملك الجاي، انا متاكد راح نشوف، متاكد من الدون ولا من مالكم. 100% بتشوف رونالدو شايف نفسه في الدوري السعودي مع احترامي له. شوف، لو انه شايف نفسه عشان نكون واقعيين، لو انه شايف نفسه كان ما شفته بهذا الروح، بهذا الحماس، بهذه الطاقة الإيجابية في الملعب. أقسم بالله ما هو شايف نفسه صراحة. لكن ممكن تقول لي شايف نفسه إنه يعني مو شايف أحد، قول مو شايف أحد إنه يعاقبه أو شيء زي كذا، ممكن أنا معك. لكن شايف نفسه على الدوري لا، نحترم الدوري. وبالعكس أنا عاجبني صراحة روحه وكذا، أحسن من بنزيما، أحسن من غيره بكثير. بنزيما فعلا اللي ممكن تقول شايف نفسه على الدوري. ويجونك جمهور كريستيانو إذا أخذ كرت زعلوا، يقولون الحكم استقعد له. تشوف في ناس تتكلم كذا طبيعي، يعني طبيعي، يعني في ناس تقول لك كذا. آه، ممكن تصير، ترى ممكن تصير في ناس، في حكام يعني يدخلون خلاص ان الدون هذا قروش الحكام احنا ندري عنه، وكل شوي صارخ، كل شوي يعني يبالغ، فخلاص نعطيه كرت ونريح نفسنا. هذا الشيء صح ترى يا اخوان. حكام برا يعني اذا شافوا ان لاعب معروف انه والله مثلا راعي تمثيل كثير، مثل نيمار ترى جات في فتره في برشلونه كذا، لاعبين عرفوه، او الحكام معليش الحكام عرفوه، صار اي تمثيل على طول، اذا واضح انه تمثيل اعطاه كرت اصفر عشان ما يقعد يعيدها. تشوف نيمار يعيدها ما يعيدها، فبعض الحكام يجيك يعطيه الدون كرت اصفر يعني عشان ما تعيد، ما تكرر هذا الشيء. انا بفضيلك لك انا كل شوي تجي تصارخ وترفع صوتك. طيب فعلا بس عشانه اول لاعب كبير جاء عندنا، عمي لو ندري انه بيجي هذه الحركات اللي تهمجها. انا صراحه كنت مبسوط بجيته، لكن هذه الحركات طبعا ما حد يقبلها. لو انك نصراوي انت مسلم يعني، مسلم، ما ترضى فيها، ما ترضى، لا تقول لا والله بالعكس زين سواها يستاهلون، ليه رمى الشعار، ما له دخل، خلوا يرمي ايش. هذا جمهور، هذا جمهور بتشوف الصالح وبتشوف السيء، بتشوف اللي يقول لك هارد لك وبتشوف اللي يسبك ويقول القم. لو برا تمشي، احنا مجتمع محافظ يا عيني عليك. برا ترى، برا يعني يعني هم ممكن تصير عندهم ويمشونها ممكن، لكن عندنا محافظ جدا، محافظ عندنا شعب محافظ صدق. ديننا الحمد لله محافظ. مو قصدي مو قصدي نروح نلعب له بين اللاعب. هو ايش عرف له؟ ما ادري والله، انا ما شفت يعني، ما اذكر الحكام صراحة اللي حكموا له او سووا مشاكل معه.
اصلا حرفيا 90% من اللاعبين الاجانب مرتاحين، مو بس ماديا في السعوديه، المقصد حتى في المعيشه. خوفه قاعد في مكان عنده تقاليد، فعلا هم مرتاحين ماديا كل حاجه. رحت يوم الهويش طرده، والله انا انسى بسرعه ترى اي مباراه هذه. اللي يقهرك ان في بعض الجماهير تعتزل. هذا اكبر مصيبه، اكبر مصيبه. بس فيصل، وانا هلاليه ولا حبيت حركه مالكم، جينا للحق قول ان ذا غلط. يا سلام عليك، بالضبط. كلنا اخيرا احد قدر يوقف بوجهه. لا ترى في حكام، في حكام والله توقف في وجهه ولا يشوفه شيء. والله في حكام كذا. الهويش اعطاه كرت اصفر على الاحتجاج في الدوري وبعدين طرده ضد الهلال. الهويش هو كذا، هو من الناس اللي انا اتكلم عنهم من شوي، من الحكام اللي انا اتكلم عنهم، فاهمين؟ من الحكام اللي انا خلاص هذا ادري انه كل مباراه يقروش يقروش ابو الحكم، فانا ما بيه يقروشني على طول. على طول ما ابي اتفاهم معه. صح صح، تذكرت يوم انه ياخذ الكوره شوي ويضربه فيها. صح، تذكرت. طرد قدامنا في السوبر. صح صح، تذكرت. تذكرت الان يا اخوان. والله اتمنى يعني كلامنا كثر عن كريستيانو، بس اني ما اقصد فيه كريستيانو لحاله. طبعا اقصد مالكم، اقصد روزو، اقصد كلهم. واحد يسوي كذا لازم يعني تعاقب، ولا بيه عقاب تافه كذا خذ لك 10,000 ولا خذ مباراة. ابيه 4 مباريات، ابيه 300,000 يورو، ابيه شيء قوي. لك لي تقول لي خذ لك 4 مباريات؟ ايش هذا؟ لا قهر، والله قهر. الاجانب سووهم مشهد كم لاعب التعاون تسويها. ها شفتوا؟ اقول لكم ترى بتتكرر وبتمشي وبتكثر وتزيد هذه الحركات. بتزيد يعني ما راح توقف. طيب يا اخوان، اي حركه من الحركات اللي جابها الناقل، ناقل مو صور عشان تشوف اعذرهم، جابها من ناقل الحركات هذه يا اخوان. يقهرك ان المدرجات فيها يعني عيب. بالضبط هذا اكثر شيء انا قهرني يعني. هم لازم يتعاقبون، واحنا الهلاليين نبي ادارتنا تعاقب مالكم، لان الهلال اسم كبير، واحنا ما نبي احد يتكلم عن نادينا حتى لو اللجنه سكتت. يا سلام يا سلام، كلام كبير والله يا ساره، كلام كبير كبير اقسم. كلام كبير. حتى لو اللجنه سكتت، احنا ما نبي ادارتنا تسكت. كلام كبير. لا ما جابها الناقل، وهذا الناقل فجاه يصير عمي عن كل شيء. هذه الحركات يصير عمي عنها كذا. غريب والله. بس انا اشوف كرر وبتزيد. أكيد. اشوف انها بتزيد. انا اقول لك واذكركم. طيب يا اخوان، آه، نروح موضوع ثاني. نروح للموضوع الثاني، ايش رايكم؟ خلصنا ساعة، ما شاء الله ما شاء الله، اقسم بالله. هذاك الاسبوع يوم بثيت ساعتين انصدمت. الان ساعة ما ادري كيف طارت، اقسم بالله ما ادري كيف طارت. نروح على موضوع النهائي كأس الملك. توقعاتكم تكفون؟ توقعاتكم، اتركوا الميول. انا والله بقول لكم توقعي، بشوف توقعاتكم بقول توقعي، وابي كل واحد اذا كتب توقعه يقول ليه. اي والله خلنا ننتقل يعني. يلا. طيب ابي التوقع ما ابي باذن الله. ايش مشيت الله طبعا اكيد يحصل اجيب العيد. اقصد انه يعني عليكم السلام ولكم يا ساره. لا تكفون، علق البث يمكن عندك بس يا ليان. بعيدا عن الميول اتوقع الهلال. طيب. آم. حلو. ليه؟ انا بقول لكم رايي بعد شوي.
2-1 للهلال. اوكي شكله بس عندك يا معلق. 3-1 للهلال. اتوقع هلالي وعندي ثقة كبيرة ان سالم راح يكون موجود وكوليبالي كمان. 3-1 للهلال. 4-0 للهلال. الله الله يا روى. الله يا رؤى ايش هذا؟ الهلال بالنهائي ما راح يلعب برتم عادي زي الدوري مستحيل. طيب 3-1 للهلال. كلكم تقولون هلال كلكم. وش رايكم ان انا اتوقع اي عكس؟ ايه 4 لان الهلال انضغط باخر مباراة وعادل بالوقت بدل ضايع. هذه دقائق الهلال بس ما راح يعيشون اكسترا تايم. الهلال النصر دخل فيهم الشك من كثر ما فاز عليهم الهلال ولا فنيا متغالبين. والله انك صادق يا حمد. متغالبين كثير 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 متغالبين ترى. روح بلنتيات. عطنا توقعك. قلتها قلتها انا اتوقع ان النصر. اتوقع بتنتهي تعادل وتروح بلنتيات. لان النصر قدامه مباراة الاتحاد وبيخلص جهده فيها. مباراة الاتحاد راح تكون يوم 2 صح؟ نشوف 2 ولا الاتحاد يخلص جهده. اي والله الاثنين. الاتحاد مستحيل يخلص جهده. الاتحاد منتهي ترى. فوز عليه ولا راح يتعب. صراحة آخر مباراة كان الهلال سيء جدا. أنا عشان كذا حطيت توقعي للنصر. مو بس كذا بجيكم. أحس تروح بالانتهاء. سبب اختيار لك النصر بقول لك الآن يا سارة. كاسترو قال بيريح اللاعبين ضد الاتحاد. هذا المفروض يسويه. لو هو ذكي هذا المفروض يسويه ترى. أقدر حتى أتوقع بس إن شاء الله هلالية. الله يا أنوار. طيب اللي يقول بتروح بالانتيات لا أصيدك. كلمة فيصل لا تسرقها. اي ترى ان اي احد يسرق مني شيء على طول يعني اقول له لا اصيدك ويمكن اصيدك ترى واوريك شغلك. بس بالنهائي الهلال ما بيلعب بالسهتر. ما عندك حل. ما عنده حل ثاني. النصر الياقيا مستحيل يجاري الهلال. طيب اوكي فيكم الان. شوفوا اولا عشان نكون في الصورة. يعني عشان تكونوا في الصورة ليه انا قلت انه النصر اقرب لها. اول شيء اخر مباراة توحي لك ان الهلال يتعب كثير. يتعب من الوضع كثير. احس انه بدا يتعب الهلال. وكاسرو احس بدا يلقى حلول. بدا يلقى حلول ضد الهلال. هو كم مره قابل ترى من كثر ما تقابل الخصم تبدا تفهمه تبدا تقراه تبدا تتكلم معاه تلقى حل الا عيال الا الاتحاد طبعا. الا الاتحاد للاسف 7 مباريات ولا واحده. الهلال ما يتخاذل. النهائي راح يكون مختلف تماما. ان بطولته الوحيده بالضبط. هذا ترى سبب كبير. ما في الا هي البطوله ولا خلاص بيطلع موسم صفري. على هذه النجوم مستحيل يفوتون. بس النصر راح يلعب على اخطاء الهلال. هذه مشكله. اخطاء الهلال غير كذا بس ما في راحه. هذه نقطه ثانيه. ليه انا اقول لكم احس انه تعب كثير. راح تعب كثير. ليه تعب كثير؟ جيسوس ما يريح انسى الموضوع. جلد طول الوقت. رغم سوء الهلال فنيا يا فيصل لو تلاحظ اخر مباراه النصر بعد دقيقتين انتهى بدنيا عكس الهلال. هو الهلال ترى دائما كذا ما شاء الله عليه. فاز. بس خلونا نكون واقعيين. سارة قاعد تقول الهلال في الشوط الثاني غير تماما. ما في احد قادر يكمل 90 دقيقة غير الهلال. كل الأندية تتعب في الشوط الثاني. صح كلامك. بس انا اكلمك عن المباراة الأخيرة الهلال والنصر. لو الدون مسجل يعني 3-0 نقول 3-0. صدقوني الهلال بيضغط ضغط مجنون وخلاص النصر بيصير سهل عليه انه يرتد ويسجل.
نورة. نورة عمرها 70 سنة ما ادري 80. انا اشبه بنورة؟ لا اصيدك والله، لا اصيدك، انت تشبيهك. لا كويس باخر الدقائق، وهذا الشيء كويس. انا معك، انا معك، المباراة الأخيرة مو مقياس، انا معك. انا وش مقياسي؟ قياسي انه انا احس المباراة الأخيرة يعني قراه كاسرو، قرا الجيسوس صح، قرا جيسوس صح. انتوا لو تلاحظون، تقول لي يعني اوكي كوليبالي بيأثر، هالاند بيأثر، لكن بالعادة الهلال ما شاء الله مع جيسوس ما يتأثر بأحد، بالعادة ما يتأثر بأحد. لكن غير كذا تمبكتي يعتبر ممتاز، يعتبر ممتاز. اه اوكي افكر محمد عبده والله اسف، والله اسف. انا ترى كم بروح اكمل مذاكرة. بالتوفيق يا حبيبي يا سلمان، بالتوفيق. نورتنا وعرفتنا. نورة ما عرفته. هون وانا بشوفه. اسف والله يعني، اقطع الموضوع عشان ما تطفشون. يلا ابون تويتر. اي هذا صح، هذا صح. انا غلطان. شوف ابو نور الهلالي هذا. اوكي. ما ادري والله، في شبه يا اخوان. صدق. والله تنبكتي كويس، ما هو سيء. والله انا اتفق معك، اقسم بالله كويس، كويس مره. طيب. انزين وين وصلنا؟ آه... روح مع. قطعتنا الله يهديك انت. نوره. آه... بني ايرور. وين وصلت؟ شوي يشبه. إيه. شوي. اوه وين اختفيتوا؟ إيه. اوه وين اختفيتوا؟ ايش سالفة الشات معلق. شوف مباراة الهلال بالدوري ما تتقارن بالنهائي، يعني بالدوري الهلال حاسم موضوع، بس النهائي غير. آه انا اقول لك انه انا فاهم انه هذه مباراة وهذه مباراة، انا مو قاعد اقارن، انا مو قاعد اقارن. بس رجع بالسلامة وين لها. الله. الله يرجع بالسلامة. انا اقول لك ما تتقارن، بس انا اقول لك انه جيسوس فعلا، كاسرو فعلا قرا جيسوس المباراة الأخيرة، فعلا فعلا قراه. سمعت آخر الأخبار إنه ناوي، عاد ناوي، والله العظيم سمعتها، أقسم بالله إني زعلت زعلت زعلت. كانوا صالح في الاتحاد، أقسم زعلت رسميا اسم الموسم، أي موسم مو بصفري بالماينس، يمكن يشيلون البطولات من عنده. والله مو معقول، لو صدق تصير أقسم بالله مو معقول، عيب أقسم بالله عيب. يستاهلون الأسطورة صالح. لا أصيدك، لا أصيدك يا أم 20، لا أصيدك والله، والله بنجلط لو تصير، والله بنجلط. فيصل انتوا قلتوا تبون حمدان وصالح، تم انتوا اعطونا فيصل واحمد غامدي، مستحيل 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 مستحيل، حتى انا افكر الموضوع انقهرت. ترى بتصير، اعوذ بالله، اعوذ بالله. يا اخي عندكم 17 نادي،
17 نادي غير الاتحاد في الدوري، اعطوهم اي احد، ما تبون الاتحاد؟ ليه الاتحاد؟ ليه؟ يا رب لا اصيدكم، والله لا اصيدكم، لا اصيدكم. نعطيكم اساطير، واذا تبغون نعطيكم جحفلي، ما نبيه، ما نبيهم. خلوا لاعبينكم عندكم الا اذا بتعطونا لاعبنا اللي راح لكم. اذا بتعطونا لاعبنا اللي راح لكم حنا موافقين، حنا موافقين، بس بشرط. يعني ما يحتاج شرط. كنت بقول يعتذر، خلاص لا يعتذر، تعال بس. لاعب رقم 66. آه لا ان شاء الله ما تصير، ان شاء الله ما تصير، ان شاء الله ما تصير. اقول مستحيل انه انا يعني بنقهر والله، لا بنقهر والله. اتحاد يبغاهم ايش نسوي؟ نرفض؟ اتحاد غبي، اتحاد غبي، خلوكم انتم احسن منه. لاعب رقم 66 انسوه، لاعب رقم 66. والله هذا لو يرجع، اخ مستحيل هذاك يرجع، والله مستحيل. نبي ياخذ زيادة. نبي ناخذ زيادة، والله انكم ما تشبعون، والله ما تستحون انتم، والله ما تستحون. اخ والله زرفة القرن سعود. زرفة القرن، بلا نقاش، بلا نقاش، والله بلا نقاش. انا يعني حتى يوم اول ما صار العقد مع سعود، لاعب رقم 6، اول ما صار، اول شيء قلت زعلت، بعدين قلت بيندفن هناك، بيكون دكة ولا كذا، يعني قلت هذا كلامي. راح قل ايش هذا تطور مجنون، كلام مجنون. مين اللي عندكم ظهير؟ احنا قاعدين ندور ظهير باللودي. يا حبيبي ما عندنا احد، روح عنا وفكنا ولا تقربنا. عليكم السلام يا هلا. ياك يا حبيبي يا عماد. يا نبغى. والله متعب، متعب صدق، مستقبل اقسم بالله مستقبل. قريت الاسم بعدين قاعد اتذكر. حربي ترى شيء خرافي، حربي شيء خرافي، انا ما ادري ليه يعني ما فكروا فيه من أول. الجوهرة ذا شلون؟ والله بيندفع. الجوهرة السوداء، لاعب رقم 66. قريت الهلال يوقع مع فيصل غامدي وسعد الموسى. سعد الموسى ليه؟ سعد الموسى وقعوا معه، الله يحفظه، الله يحفظكم، وفقه وياكم ان شاء الله. شباب طمع في الانديه. أم، صراحه الشباب يعني، شباب يحتاج اكثر منكم. خلاص انتم خلاص المفروض هذا الموسم ما تدخلون ناديكم ولا يدخل احد، ولا يدخل احد. خلوا العالم تدخل عندكم. والله اتكلم جد يا اخوان. وش طلعنا من موضوع المباريات ودخلتونا في سوالف التعاقدات؟ هون رجعوا للفاينل. بعيال الغامدي، سوق خضار هو، نبي سعد الموسى. رجعونا الموضوع. يا اخي ترى بدت الناس تفهم، والله العظيم اتكلم جد، بدت الناس تفهم ترى جيسوس، جيسوس ولا خيسوس يلا كله يمشي. بدت الناس تفهم. انا احس ان كاسترو في الفاينل يعني صيده، صدق والله اتكلم جد يا اخوان. ما ادري ليه كذا عندي احساس. ترى في ناس اذا قلت توقعك انت ضدهم يعني. ترى مجرد توقع يعني. فاينل محسوم عليك الله، الى هذه الدرجه الثقه؟ كلهم بيجون الاتحاد شكلهم. الجوهره، حديقه الهلال، الكاس في الجيب. لا اصيدك، لا اصيدك، لا اصيدك. ما هي حديقه احد، حديقه اتحاد وبس. بس اتحاد. كاستر وشاف الكواثر، الكواثر. ترى والله يا اخوان ان في مقاطع على اليوتيوب اني كذا دائما اكلج ترى، شوفونها في المقطع. انا ترى ما احب اسوي، انا قاعد اسجل الان اليوتيوب، ولا راح اسوي كات، يعني ما احب اسوي كات بالعكس.
حق مع الناس. كاسترو شاف الكوارث اللي صارت قدام العين. ايه ايه ايه، ترى هذا له دور كبير. اذا المدرب ذكي يقدر يشوف الصايب اللي سواها قاع الهلال، ويقدر يوم العين سواه يقدر يسوي مثله. اه سيدي كيف جيبتنا، جيبتنا الداهية ما حد يعرف له. صدقوني بدوا يعرفون له، صدقوني كلمة جد يا هلا. فاينل للنصر، جاتني الحاسة السادسة. آه. عماد، انا ترى قلت توقعي من شوي النصر. انا قلت انت توك داخل اتوقع. سمعت انهم كلهم سعوديين من غير الاجانب. والله هلالي بس لا تستهينون بالنصر. مر ترى كثير هلالي بشكل يعني. اوكي. حاليا بس اللي راح تنتهي عقودهم اربعه بس سعوديين. اللاعب رقم 66 عقده. ما يهم اصلا، ما يهم. اكيد اكره شيء هو عدم احترام الخصم. كذا باذن الله المدرب جيسوس راح يدخل اللاعبين اللي نحتاجهم، اولهم تورنيدو. طبعا 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 مستحيل انه يفوت يفوت هو ما راح يفوت البطوله يعني. مستحيل انه بيقدر اصلا يريح احد او انه يتفلسف او حاجه. بس انا عندي احساس انه خاصرو كذا مجهز يعني. خلونا نكون واقعيين يا هلاليين. اللي موجود هلالي لو الدون او الدون والنصر بشكل عام سجل الفرص اللي ضاعت كم يعني بتنتهي؟ انا اشوف بالراحه 4-1. 4-1 اقل شيء. معقول الفرص اللي ضاعت عود عقدها ابدي ان شاء الله. الله لا، ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. يرجع ان شاء الله. لاعب رقم 60 حدد ان شاء الله، حتى لو بيجدد، حتى ان شاء الله حتى لو عقده انتهت. يا اخوان ترى معليش والله ما اشوف زين لان الشات صغير. لا خلاص ما نقول. الشات صغير عشان كذا انا ما اشوف زين. معليش والله معليش اسف اذا شفتوا تكتيج او شيء زي كذا. آه، جدد ان شاء الله حتى لو عقده انتهى. لا ترى ممكن يقول خلاص انا تعبت من البطولات زهقت ابي اروح فريق يعني سنه ياخذ وسنه و10 سنوات لا فريقنا للاسف. لاعب رقم 6 عقده للاعتزال. والله فيه بشكل مجنون. جدد مدى الحياة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني يجي يوم أصير يعني غني وأسوي أودي عصابة يخطفون هنا. يمكن بعد يعني شو اسمه خليه يوقع غصب. أي لاعب يسجل علينا أهم شيء رونالدو يسجل في شباك بونو. صدق رونالدو للحين ما سجل صح؟ أنا ترى في الذاكرة سيء مرة. رونالدو للحين ما قدر يسجل صح؟ ومشكلة إن مصر ما عندهم خيارات هجوم. لا رونالدو ترى صح كلامك، بس ترى ممكن ساديو يدخل راس حربة ممكن يعني في حلول. مشكلة الدون انه ما هو سريع يعني. يبي يلعب. عرفتوا رحيمي ايه ما يسوي يخلي ماني مثل رحيمي كذا يخترق يخترق ويكون له التمريرات. انا مستغرب من هذه النقطة. انتوا شايلين هم ان الدور ما يسجل عليكم. بونو عقدة الدون من 2020. اوف. ما أسوأ من الدون لا ماني صدق والله. صدق. ترى ماني برضو مصيبة عند المرمى غريب. شفت الفرصة اللي ضيعها، اللي يبي يسحب بونو. بونو صاده ما شاء الله. والله هذه صدق صدق مو معقول يا أخي. مو معقول. شوف الهلال كان في أسوأ مستوى له. مو معقول صدق بونو مستقعد. ساتر يا ساتر يا ساتر يا بونو. ترى ممكن يخلي الشوط الأول ما يلعب سالم. أتوقع يسويها.
اتوقع يسويها. والله ديم مبون عليه من الحين. خلاص اخر مباراة في الموسم، اتوقع انه راس العمر بيكون. عشان كذا اقول ان النصر ما راح يفوت، ما راح يفوتها. وغير كذا ان المباراة الاخيرة كان مقدم دائم، كانوا قلب محور قدام النصر ما شاء الله. كل شوي طالع والله صدق، كل شوي طالع. طيب تتوقعون يعني لو الهلال او النصر، اذا الهلال خسر او النصر خسر، وش اهم الاسباب بتكون؟ سؤال على الطاير ثاني فجأة. اعطوني رايكم. حد يشوف صح؟ دايت ترى دايت، بس يعني حبة بس. بس حبة بس، صدقوني حبة. بس واحدة، واحدة. على ما تجاوبون انتم. اذا الهلال خسر غياب سافيتش اوه نسيت، والله نسيت سافيتش ملاعب. نسيت انه اقسم بالله كان جايب العيد بشكل لا يوصف. هي بشكل لا يوصف بون شو اسمه، كانه راس دمني هذا. كانه على مستواه الاخير. راح نشوف، ما راح نشوفه اكيد سلمان. صح صح، سلمان ممكن يلعب، بس سلمان ترى بعيد عن المباريات، بعيد مرة. خسارة الهلال راح تكون من الأخطاء الدفاعية. أنا أشوف أن الوسط الآن يوم ذكرتوني سافيتش بعد، الآن أرشح النصر أكثر وأكثر. سلمان أو كنو جايب العيد مستواه. سلمان له فترة طويلة ما يلعب بشكل متواصل. صح كلامك، سلمان يبقى أنه والله عليه كويس، أفضل أكيد. الصوت واضح صح يا إخوان؟ كنو ما أعتقد راح يدخل أساسي، الكابتن هو اللي راح يعني فيه. أوكي، سلمان نفس الشيء تقول سارة سلمان. لو يلعب برجل واحدة أفضل من هذا. والله، والله انتو انه يا اخي غريب. سلمان كويس وهو ما يلعب كثير. صح، صح، بس مو في المباريات الكبيرة. انا ما اشوف ان هذا شيء حلو كويس انه واضح. انا ما اشوف انه شيء ايجابي ترى. انا ما اشوف انه شيء ايجابي يعني اوكي، المباريات المتوسطة، الافريقيا الضعيفة ممكن تلعب سلمان، لكن في مباراة كبيرة رتم عالي كوني ممكن يجيب العيد. سلمان دخل المباراة الأخيرة وضبط الوسط. أنا أدري أحسن النص كثير مرة، بس أذكر أن النصر كان يدافع، كان يضغط، ما كان في رتم عالي. سلمان افضل من كنو، هذه خالصين منها انوار، خالصين منها. المباراة يوم الجمعة، مو هذا اللي بعده. كنو ما ادري وش فيها على نهاية الموسم، ترى كثرة يا اخوان، ال- كثرة يعني الدكة تأثر، ترى كثرة الدكة تأثر. يوم 31، 30 اتوقع، يوم الجمعة. المهم مو هذا اللي بيجي بعد 3 ايام او 4 ايام، مع اللي بعده. صدق سلمان قدام مصر سوى حلو. ايه، ما قلت لكم انا النصر ترى كان دافع، كان يضغط، ما كان يهاجم. لو سلمان موجود الشوط الاول ترى يتعب مع الرتم. النصر اللي كان يضغط وكان قوي، قوي النصر الشوط الاول صراحه، اقوى. سلمان يعتبر يعني، انا اتفق معاكم انه افضل، ارحم من كنو، ارحم من كنو، لكن
آه لكن برضو يعني يتعب مع النصر، انا اشوف كذا راح يتعب مع النصر. ما في شيء يتقارن بسافيج. اهم شيء الجناح الايسر رجع لصاحبه الحقيقي. سالم، سالم راح يفرق، اكيد راح يفرق، بس ترى سالم لا تنصدمون منه لو صار سيء فجأة يجيك احد متخاذل ومدري ايش، ترى لا تستغربون يعني. مو شيء غريب لما يكون سيء. اتوقع انه بيكون سيء، ممكن انه يكون سيء. كثرة الدكة تأثر، بس كأنه يلعب مو سلمان. هو سلمان احسن، صح كلامك صح. سلمان يعتبر افضل، ما فيها مقارنة اصلا. سالم يحب راية النصر، والله يحبها، والله يحبها. واضح، واضح انه يحبها مرة بعد. فابيو، 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 هذا بالله بديت احب اللاعب، والله بديت احب اللاعب. كافي المباراة الأخيرة قدم مرة كبير. لكم تنزلون معي. يب. أنا أتوقع راح يخلي ناصر وسط، يخلي مالك. ممكن مالكم مرة مهاجم أخطر من الجناح بكثير. سالم راح يلعب ضد الطاي وضد الفاز تماما. يعني قصدك يسار انه مخليه يعني هذول بيهيئهم بعدين قدام النصر. فهمته صح؟ خلاص. يعني ممكن صح، ممكن هذا شيء بيفيده مرتين، بس ترى ممكن يرجع ينصاب. هذه فيها إيجابية وفيها سلبية، ممكن أي ضربة ينصاب. كان بالنصر مثل ميشا بالاتحاد. ما يحتاج تجيبون أمثلة، الله يسعدكم، ما يحتاج الأمثلة هذه، ما نبيها، ما يحتاج لا أصيدك لا أصيدك لا أصيدك لا أصيدك. وسلمان مستحيل يلعب من البداية إلى نهايتها، فلازم نشوف أكن صح صح. أتفق في هذه النقطة، يعني هو داخل 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 داخل. كل الخوف من وتافي أخطر لاعب بالنصر، أقسم. اللاعب يا اخي فنان فنان فنان. اذا النصر بيفوز هو السبب الرئيسي. انا هذه وجهة نظري. اذا بيفوز النصر هو السبب الرئيسي. ترى ما تدرون عن مجريات المباراة. لاعب قال ولا صاب ولا شيء اقلب خلاص. لكن انا الى الان اصر على هذا الوضع انه النصر اقرب، اقرب. لكن كل شيء يعني كافيه. خله عند، ما في شيء اسمه خله عند كوليبالي. تمريراته جنونة، تثبيتاته خرافية. شوفي مباراة مباراة ايش اسمه، مباراة المباراة الأخيرة. فجأة كذا ما حد توقع، ما حد توقع انه بيسدد. ما حد توقع، حتى البليهي اصلا البليهي مخليه مرتاح. انا مستغرب، غريب ان البليهي خلاه مرتاح. بس بالثلاث مباريات اللي قبل ضد الهلال ما ظهر وتافي ابدا، عكس اخر مباراة. صح كلامك صح. هو مشكلته انه في بعض المباريات الكبيرة يغيب وهذه مصيبة. السلام. الكم تركي. هذا اخوي بعد يا اخوان. اعطونا اوتافيو نعطيهم خليفة الدوري. هذا النصب مو طبيعي، النصب هذه جدا. ترى النصر بدأ يستوعب على نهاية الموسم. بدأ يصحصح، ترى صدق بدأ يصحصح يعني. هو بداية الموسم أو الدور الأول كان شيء خرافي، شيء خرافي. موسم في نص الموسم هبوط. الآن فيه رجع يطلع، بس إنه متأخر كثير، يعني متأخر كثير. بعد ما طارت الطيور برزاقها صحصحوا. والله صدق أتفق صراحة تأخروا كثير مرة. أنا ترى كنت ألومهم كثير، كنت ألوم النصر صراحة. ليه؟ لأنه هو أجهز فريق، أجهز فريق إنه
ينافس على كل البطولات. انا قلتها كثير اكثر من مقاطع انه النصر اكثر فريق ينافس على كل البطولات مع الهلال، لكن للاسف سواء يعني شكله ما فيه مرة رابع. خلاص يا رجل، من اول ما فيه عماد الهدف الاول للنصر سوء تغطية من كان تاخر بالرجل. صح. بس برضو البليهي ما كان المفروض انه يخليه ياخذ راحته. فابيو استلم وسدد وما ضغط عليه بليهي. المباراة تبدا في اتوقع 1-6. يعني خلاص من يخلص اخر مباراة في الموسم على طول تبدا. اتوقع او 15 نسيت والله، او 15. المهم في شهر 6 100% راح تفتح الفريق. ماثل جهز بدنيا، مو بدنيا، عناصريا مجهز، ما فيه كلام. جاهز يعني مين اقوى لاعبين في السعوديه؟ الهلال، بعدها النصر على طول. يمكن منافسه بين الهلال اصلا في اللاعبين. صح، برضو البليهي ما ضغط عليه بالضبط. يعني البليهي واقف بس وحاول يصد الكرة او يعترض الكرة، كانه سيء بكل مباراة من دخل. صح، بس النصر برضو تراجع ترى، برضو النصر متراجع. دخل الوداع بكره توفيق. اتوقع من 14 يوليو 7. لا مستحيل يا مستحيل. مستحيل 14 يوليو، وين شهر 7؟ لا مستحيل. ترى الدوري يبدأ في شهر 8 أو في شهر 8 أغسطس. شهر 8 يبدأ الدوري، فشهر 7 يفتح مستحيل. أكثر أكيد. كمان دفاع النصر والحارس كانوا كويسين بآخر مباراة مع الهلال. دفاع النصر والحارس برضو كانوا كويسين صح. ترى ما هذا أسبينا ترى اي اوكي يونيو، ايوه اتوقع يونيو، نص يونيو او بدايته. صح. طيب خلاص خلصته ولا باقي في شيء؟ ضمك وش الوضع؟ وش فيه ضمك؟ نبي نقابل ضمك. ترى كانت الراس اكثر. صح كلامك صح. اتوقع حتى النهائي بيكون كذا. النهائي بيكون كذا انا متاكد. قصه ضمك. صدق الحراس هم اللي ابدعوا. انا اقول لك ان حتى النهائي بيكون مباراه حراس، مباراه دفاع، لها دور كبير. لكن احس الفريقين بيعتمدوا على الاخطاء، على اخطاء الخصم. اداء قراهي وروما في مباراه ضمك. ايه اوكي. والله ما قصروا خلاص، المفروض من الموسم الماضي صراحه. الحين قراهي وين؟ خلاص قراهي بدع. اكيد مباريات خروج المغلوب تعتمد على الاخطاء. بالضبط. اهم شيء. جيت معهم حمد الله، اذا ما مشى مصيبه. والله اذا ما مشى مصيبة. لازم يمشي كل الجانب يعني ما عدا كانتي. الان يا هلالين بعد وتافيو. يعني تافيو ولا الدون اكثر شيء صراحه. والله هلا احنا نتمنى لكن صعب. تافيو تخافون منه اكثر من الدون. اما عاد والله كذا، والله تقليد. صدق صدق اخطر. اخطر. انها اخف واسرع وفاتو.
لون مسكي. والله والله الصراحة يعني اتفق صراحة. لون مع احترامي له ما يخوف. اوف اوف اوف. والله زعلني الكلام. بس اتفق معه صراحة. اللون ماشي ما تشيله رجول كمبون. لان اللون لون نضمن انها بتضيع. والله ما كان كذا يا مرمر، والله ما كان كذا. اصبر له. وين اصبر له؟ خلاص خلاص. كافي اخضر. طيب بعد هذول الاثنين تروحون مع ماني ولا بروزو؟ ماني ولا بروزو؟ خلاص بونو صار عقده. عقده عقده. ماني مسكين زي الدون. لا عاد مو معقول. مو معقول يا ناس. والله ما بروزو. ماني ما نشوفها شيء. اوف والله لكم بروزو بروزو بروزو. العيان ولا واحد. اخي والله ماني ضايع الاخر. ماني يضيع كثير بس ترى اوقات يطلع لك بفرصة كذا. يا ساتر. يا ساتر. اتوقع انكم تخافون تخافون من فابيو، من بروزو، ممكن من ايمن يحيى اكثر من الدون. يا ساتر. يطلع قدام ضمك ولا شلون؟ ايه يعني قدامكم ترى كان بيطلع بس ما طلع. شوف الدون ماني اعرف انها ضايعه. اوف. الفترة الأخيرة صدق لأنه هداف الدوري ما تقدر تقول ها أنا أخاف منه. أحس صعبة. صدق نتكلم بمنطق. أحس صعب ما تقول ما أخاف منه نهائيا. ممكن شوي في. شفت هذا الفرق بين الهلال والنصر. لاعبين الهلال مستحيل تقدر تقارن بينهم. صدق والله. صدق يعني. شوف أنا أقول لك شيء يا مرمر. الهلال لاعبين الهلال كلهم أقوياء فعلا لكن المشكلة. قل كم شكرا على الفولو يا ثاني. أقول لك المشكلة ويش. شو إنه إنه الهلال يعني واحد من الأجانب تشيله يتأثر الفريق كامل. ليه؟ لأنه متعود على هذه العناصر ما يبي يتغير منها. بس سافيتش الآن مش يعني مو موجود راح أكيد إنه راح يأثر. يطلع بفرصة إذا كان الحارس اللي قدامه مو كويس. ممكن صح الحال مشكلة بونو مجنون مجنون. قادم 25 بالقائمة 15 لاعب. لاعبين سعوديين 10 أجانب. أكثر فريقين متضررين هم النصر والهلال. أن اللاعبين السعوديين كويسين عندهم ولا ليه؟ خطورة تكون في اللي يستغل فرص. من 10 على الأقل واحدة. صح مو واحدة من 10. صح صح كلامك والله. والله العظيم الدون قدام الهلال ما يخوف. الهلال أتكلم. أوكي هو ضد الهلال لأن يعني صراحة في فرص مفروض ما يضيعها. إنه قدامكم الله ما وفقه يعني قدامكم بس بشكل عام ما تقدر تقول ما يخوف نهائي. ففي عليه لقطات يعني خرافية صراحة. والله عندنا كثير لاعبين سعوديين نبي نطلعهم لأنهم تحمل. أكيد إنهم كثير بيمشون أكيد في الدوري. بس مو قدام كل الفرق يسجل. صح صح والله اقتنعت صراحة. صراحة اقتنعت الآن. اقتنعت. يعني ضد الأندية الكبيرة مو دايم يسجل. أتوقع ضد الأهلي ما تسجل صح؟ الهلال لا ولا؟ أحس الموضوع عنده. والله هو ترى معكم يبي يفوز بأي طريقة بيموت. الآدمي بيموت أحسه مرة يعني. ما يخوف لأنه يطلع قدام ضمك أوكي نفس الكلام. الهلال لعبه جماعي اكثر من فردي. عشان كذا انا اقول لك لو شلت لاعب اجانب الهلال هم متعودين كذا كمنظومه. احنا لا تغيرون. احنا لا يجي احد ينطرد. لا يجي احد عنده كرت ولا عنده حاجه ولا لا تغيرون ولا لاعب. عشان نمشي صح.
هذا مشكلة الهلال ترى، أنا أشوف إنها مشكلة هذه، ومو أي أحد يعني بيجي يمشي معه، لا، المنظومة هذه ما ودهم يغيرونها يعني. شلون ضد الأندية الصغيرة؟ الأندية الكبيرة أنتيات ضد الهلال صفر. يا الله. ضد الأهلي الشباب الاتحاد بلنتيات فقط، أما والله هذه مصيبة. يا 0 أهداف. أوه ولا هدف. أوه ولا هدف. أوه والله صراحة سيئة يعني سيئة، سيئة جدا صراحة، صراحة سيئة. عشان تكون يعني صراحة ما توقعت. أنا ترى في الذاكرة صفر، أنسى بشكل مجنون. أهم شيء إحنا الهلال 0 أهداف. طيب، والله شلون ما راح يكون موجود؟ وين تقولون لي ما راح يتأثروا؟ نقدر والله ترى، المفروض انكم تخافون. مو معقول انكم مو بخايفين، مو معقول صراحة، خلونا نتكلم بمنطق شوي. لما نظلم سجل هدف تسلل. والله يا دون صار يطقطقون عليك العالم يا دون. والله ما يستاهل دون. ما يستاهل. عشان كذا اقول موضوعها نفسي قدام هايمر. اي والله زهايمر، انا كل يعني مرة هاي درجة اولى مليون. طلع هدف تسلل بعد متذكرين. اقصد افضل اللاعبين السعوديين الموجودين بالهلال والنصر، من الاهلي والاتحاد. الاهلي والاتحاد ما في احد يا احد، ما فيه احد. ماد شاركات الهلال في بطولة، خلك من الهلال. هذه منك، هذه منك شعار. EMD 16. لا انا غلطان. انت مشاركات الهلال في بطولات اكثر راح يكون. اكيد طبعا، اكيد. كلنا يعني الكل بيتاثر، الكل بيتاثر مو بس انتم. خلاص نوزع عليكم بس اعطونا. لا ما نبي احد، احنا ما نبي احد. رجل لاعب رقم 66 اوكي ما عليه. ساعدكم اعطيكم فيصل غامدي. حنا وش نقد عليه؟ حنا يا الله نطقطق بالفريق، يا الله نطقطق بالفريق. تبون من عندنا روحوا من الاهلي. آه، ما ذاك ظهير حقهم نسيته، اجرشي. أوه، عليكم بالعافيه. اجرشي خذوا اي احد. اجازه عندنا ترى دوري، وعندنا كاس ملك بس. إيه في شيء. بس خلوه لكم الثالث. آخر مباراة لعبها زي الناس ضد الأهلي المصري. أحمد فيصل والله صراحة صاير الفترة الأخيرة مو مرة صدق. أتفق والله معك. والله لا أحمد ولا فيصل ولا أي أحد. فرتنا مجرى شيء الودي أرحم، أيوة أرحم. إن شاء الله يا الله يرزقكم مجرى شيء. أعطونا إياهم إعارة، عندنا كأس عالم يا شيخ. أنا ما نبي نعطيكم شيء. انسوا الموضوع خلاص. ولا الله ولا فارق. هذا ولا هذاك، اصلا لودي راح يطلع. راح نجيب ظهير ترى صعب. ترى صعب، طلعت لودي صعب. ايوه جاي ان شاء الله، مستحيل صدقوني مستحيل. تدرون ليه؟ ترى لودي 4 مواسم مجددين له. مستحيل يعني الموضوع انه يكون كذا. مستحيل. 4 مواسم كثير مرة. مستحيل بيفسخون عقده، بيكون يعني مكلف بشكل مجنون مكلف. مو معقول يعني مو معقول. مستحيل يعني ما اتوقع انه بيكملون على هذا الوضع. والى هنا نقدر نقول وصلنا لنهايه المقطع. يعطيكم العافيه على المشاهده، يعطيكم العافيه كل شخص موجود. شكرا قلب. ان شاء الله في مقاطع ثانيه، لا تنسونا من لايكاتكم واشتراكاتكم. نشوفكم ان شاء الله في مقاطع ثانيه. السلام عليكم.